السلام عليكم، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بألف صحة وعافية. اليوم جبت لكم وصفة الجبن الأبيض البيتي المنزلي بطريقة أكثر من رائعة. إن شاء الله راح تجربوها وراح تحترفوها، وبإذن الله راح نستغناو نهائيا عن الجبن الأبيض المصنع أو جبنة المثلثات. الجبن تاع اليوم بما يشبه يعني جدا جبنة الكيري. والله المذاق تاعو قريب جدا من جبنة الكيري. إن شاء الله راح تجربوه وراح يعجبكم. أول حاجة بنات أضفت كأس 200 مليلتر من الحليب. كاس فيه 200 مليلتر من الحليب البقري الطبيعي، وأضفت ملعقتين من النشاء ما يقارب 50 جرام. وبالنسبة للملح أضفت قليل من الملح البحري بنات، وأضفت قليل من الملح الليمون. هذا شكله كتحبوا تشروه يكون شكله يعني حبيبات قريب جدا للسكر. الدور تاعو إن شاء الله راح يلعب لي دور المادة الحافظة. ملح الليمون داخل في العديد من الصناعات، كانت صناعات تجميلية، وكانت صناعات مواد التجميل، وكانت صناعات تاع الأدوية، وكما كان الصناعة تاع المواد الغذائية اللي داخل فيها بفترة جدا، ويستخدم بكثرة في المعلبات وفي الأجبان، لأنه يلعب دورة المادة الحافظة، وكذلك يعطي الحموضة للأجبان أو للأكل اللي حابة تضيفيه ليه. حطيت الحليب عفوا فوق النار بنات، وخليته حتى أصبح شكله بهذا القوام. خثر لي النشاء والحليب. أضفت له قطعة الزبدة. انتم أكيد ما تديروهاش قطعة كبيرة كيفي، لأنها يعني ذابت لي بصعوبة. شوفوا شكلها وقوامها كيفاه يجيني في النهاية. كي نوصل للنقطة هذه راح نحي، هذه أول خطوة، راح نحي الخليط تاعي الأول تاع الجبن، راح نحطه على جنب، وراح نطرقوا بنات للخطوة الثانية تكملة اللي وصفتنا إن شاء الله تاع الجبن. وفي المرحلة هذه جبت حليب بقري، 1 لتر من حليب البقري كامل الدسم، كامل الدسم. راح نحطه فوق النار، وراح نديره في نار متوسطة. وكي تبدأ ترتفع لي حرارة الحليب راح نضيف 3 ملاعق من أي نوعية تاع خل متوفرة عندك في البيت. إذا ما كانش عندك خل ديري نصف ليمونة كاملة، أو إذا كانت ليمونة صغيرة ديري حبة كاملة تاع الليمون، يستحسن الأصفر. وحبيت نحرك قليلا فقط الخل بنات، مازال ما بداش تتكتل لي الجبن. خليته فوق النار حتى وين بدا يتكتل لي الجبن تاعي بشكل جيد. لهنا لم أضف أي ملح، لأن الملح أضفته في المرحلة الأولى. من بعد إن شاء الله راح نذوقه وراح نشوف اسكو يحتاج الملح أكثر أو لا. وشوفوا بنات الشكل كيفاه ولا. في المرحلة هذه راح نكتفي وراح نبعد، نخلي الخليط دقيقتين، ومن بعد راح نبدأ نصفيه كما راكم تشوفوا. وبالنسبة للملح الليمون بنات، ملح الليمون اختياري، يعني إذا ما كانش متوفر عندك تقدري تضيفي في النهاية بعد ما نمكزيه ونحضره ونجيب باش نخليه يبات ليلة كاملة في الثلاجة. تقدري تضيفي قليلا من بيكربونات الصوديوم اللي راح تلعب لك دور المادة الحافظة. ولكن أنا بما أني كما تعرفوني تقريبا وليت نطيب كلش في الدار وحدي تقريبا، نستخدمه في المواد الحافظة، يعني نستخدمه كمادة حافظة للطماطم المعلبة اللي شفتوني حضرتها، للهريسة العربي اللي راني نطيب فيها كذلك شفتوني حضرتها في الفيديو تاعي. يعني أي حاجة باش تبقى في الثلاجة لتحت لازم تحفظيها باش ما تفسدش بسرعة، وأي حاجة نرفعوها للكونجيلاتور يعني ما نسحقوش نحفظوها غير بعد ما تخرج. كملت بنات، صفيت الجبن تاعي كما راكم تشوفوا. راح نحطه في هذا البول الزجاجي كبير، ويكون غامق شوية باش يساعدني فقط اني نخلطه بشكل جيد. وراح نضيف عليه الخليط الاول اللي حضرناه مع بعض تاع النشاء وتاع الحليب، ونمزجهم مع بعض، ونبداو على بركة الله نمكزيوهم ونجنسوهم بإذن الله بشكل جيد جدا. راح تطول، راح تاخذ معاكم قليل من الوقت. وبالنسبة للجبنة اللي صفيتها بنات يعني ما خليتهاش نشفت تماما تماما من الماء، لأنه راح تصعب كذلك خلطها مع الخليط الآخر. خليتها طرية، وخليت فيها القليل من الحليب أو قليل من مصل الحليب باش تترحالي بسهولة كاملة. وكما شفتوا بنات هذا هو القوام اللي راني تحصلت عليه. خليت الخطوة تاع الخلاط الكهربائي
في النهاية لأنه القوام ثقيل أو احتمال يفسد لك العصارة تاعك، خليته في الأخير فقط. وشوفوا كيفاه خلى لي القوام كريمي رائع، صدقوني. يعني مذاقه بإذن الله راح تنبهروا فيه. ولكن ملح الليمون أضاف للحموضة أكثر وأكثر، وزاد عطاني نكهة كذلك للجبن تاعي. شوفوا بنات القوام تاعي كيفاه يجي رائع جدا. يعني بإذن الله بإذن الله ما عندكم حتى عذر أنكم ما تخدموش الجبن المنزلي في داركم. نحكي على النساء طبعا اللي ما يكونوش عاملات، نساء العاملات، الله يكون في عونهم. يعني الله يكون في عون الجميع إن شاء الله. هذا بديل صحي ورائع أحسن من الجاهز من المحلات. وهذه العلبة بنات كنت مخبيتها عندي مدة، لأنه دائما الجبن تاعي نحطه في قالب كيما هكا باش يخرج لي مشابه تقريبا أو مطابق الشكل الجبن اللي أنا نشرو فيه تاع الطرونش تاع الكيلو، مش الجبن المثلثات هذيك الطرونشة الكبيرة. حطيته بنات مدة 4 ساعات. انتم ما تستعجلوش عليه كيفي أنا خليته فقط 4 ساعات. حاولوا تخلوه ليلة كاملة، ليلة كاملة راح يعطيكم نتيجة رائعة. حتى نسبة تاع النشاء مش راح تبان نهائي في الجبنة لأنها كمية قليلة. كان ناس تحب، كان يعني وصفات فيها كمية نشاء عالية راح يجيك جامد أكثر بالفعل. ولكن صدقوني راح يطغى ذوق النشاء في هذا الجبن. أراه معتدل معتدل جدا، المذاق تاعه رائع. إن شاء الله جربوه وخلوا لي آراءكم. دائما نقول لكم خلوا لي آراءكم، خلوا لي تعليقات إيجابية، تعليقات محفزة، باش إن شاء الله نستمر ونقدم لكم المزيد من الوصفات، وبإذن الله نقلوا من الاستهلاك المنتجات اللي رانا نشرو فيها. شوفوا الشكل النهائي، عدلته قليلا بالسكينة لأني كما قلت لكم خليته 4 ساعات، استعجلت عليه من أجل التصوير. كي تخلوه ليلة كاملة راح يجيكم متماسك أكثر من القوام اللي جاني. نقدر نديرو بالجبن هذا تشيز كيك. ان شاء الله راح نشارككم وصفة تشيز كيك الصحية الرائعة. هذا الجبن الكريمي يدخل في العديد من الحشوات تاع الاكلات. نقدر نديرو به البغرير المحشي، القطايف، تقدر ديري به المملحات تاعك لي صالي. راح يجيك رائع جدا بإذن الله، مش راح تستغناي عليه. وبإذن الله ما راح تدمنيه. ولا بنات حبيت نوريلكم القوام تاعو كيفاه يفرد بسهولة في شريحة التوست. واللي كنت كذلك شاركتكم وصفة تاع توست رائعة، أجربوها بإذن الله راح تدعوا لي أنها ناجحة 100%، وأنا نعتمدها بشكل أول. إن شاء الله عجبكم الفيديو تاع اليوم بنات، وفرجة ممتعة. ودمتم في رعاية الله حبيباتي، ما تنسونيش بدعوة خير فقط.